مش قادر اصبر على تعامل ابويا وامي معايا واسلوبهم لدرجة اني بدعي على نفسي. هل الاهل هيتحاسبوا على تعاملهم مع اولادهم؟ وهل انا علي ذنب اني بعيط كل يوم وتعبانة؟ لا شك ان مفيش ذنب على البكاء، لكن ما تدعيش على نفسك، لان ده النبي نهى عن كده. قال عليه الصلاة والسلام كما روى الامام مسلم: لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اموالكم، لا تدعوا على ابنائكم. الثلاثة دول. فما تدعيش على نفسك، وانت محتاجة انك انت تتكلمي مع حد عنده خبرة وتشرحي له ابوكي وامك بيعملوا معاكي ايه، وتاخدي منه نصيحة ازاي تواجهي السلوكيات دي من الاب والام. جزء منها ممكن يكون حضرتك عندك فيه حق ان هم بيأذوكي، فتتعلمي تتعاملي معاه ازاي، وجزء منه لا، محتاجين نصبر عليه وما نتعاملش معاه ونعديه. ده جزء مقبول من طريقة الاب والام. وجزء تاني ممكن تكوني انت فاهمة الموضوع غلط. المهم ان تعرضي الكلام على حد تشعري انه عنده خبرة ينصحك، ولازم الحد ده يكون عنده خلفية دينية عشان ما يقولكيش المهم انت ومش مهم الاب والام، واحمي نفسك وحط لهم حدود. كلام شكله جميل، بس لازم من خلال ديننا كيف نتعامل مع الاب والام عشان ما نكتشفش ان احنا بنعقهم وان احنا عندنا قسوة على الاب والام. لان في الاخر برضو انا معرفش هما بيعملوا ايه ومعرفش بتستقبلي الكلام ده ازاي حضرتك، فعايز اكون امين معاكي. فاقتراحي على حضرتك تتكلمي مع حد وصاحب خبرة وصاحب دين، وده جزء من الصبر. وما تنسيش ان ناس من العشرة المبشرين بالجنة سيدنا سعد بن ابي وقاص، ده كان خال النبي، نزل فيه ووصينا الانسان بوالديه احسانا وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي. أي لا تطعهما في الشرك، ولكن صاحبهما بحسن العلاقة والمعاملة، وده طريق الصالحين، واتبع سبيل من أناب إليه.